الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جاء عن أحد الفقهاء العلماء من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، قال للناس يخاطب الناس ويعلمهم، قال: التمسوا الخير دهركم كله. التمسوا أي اطلبوا الخير، ابحثوا عنه افعلوه. التمسوا الخير دهركم كله، واعلموا أن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، فتعرضوا لنفحات رحمة الله، واسألوا الله أن يؤمن روعاتكم. هذا القول لأبي الدرداء رضي الله عنه يحث الناس على فعل الخير، على عبادة الله، على أن يكونوا في طاعة الله عز وجل. التمسوا الخير دهركم، عمركم، حياتكم، فلتكن معيشتكم في الخير، وينبغي أن تجتنبوا الشر. افعلوا الخير دهركم كله. الله تبارك وتعالى قال لخير الخلق صلى الله عليه وسلم يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. واعبد ربك أي كن في عبادة الله، أقم نفسك في مشهد العبودية حتى ياتيك اليقين، حتى ياتيك الموت. فلا ينبغي أن تكون في مكان لا تعبد الله عز وجل فيه، أو في زمان لا تعبد الله عز وجل فيه. أنت عبد لله في كل مكان وفي كل زمان وفي دهرك كله وفي عمرك كله، ولا ينبغي أن تنسى هذا، ولا ينبغي أن تغفل عن هذا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جاء عن خارجة بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال: أخبرت أم العلاء وهي امرأة من الأنصار أن الأنصار لما استهم الناس في سكن الأنصار من المهاجرين طار سهم عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون كان من المهاجرين، فالأنصار اقترعوا في اختيار السكنى للمهاجرين. قالت رضي الله عنها أم العلاء: فطارت سكنى عثمان بن مضعون فكان يسكن عندنا. قالت: فمرض فمرضناه، أي قمنا على مرضه بالتطبيب وبالتداوي. قالت: فمرضناه حتى توفي، حتى مات. قالت: فكفناه في ثيابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت، أي قالت أم العلاء بعدما دخل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليهم وفي البيت عثمان بن مضعون قد توفاه الله رحمه الله، قالت:
أشهد عليك يا عثمان أنك كنت على الخير وأن الله عز وجل قد أكرمك. شهدت شهادة خير لعثمان بن مظعون وأن الله قد أكرمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منبها لها: وما يدريك يا أم العلاء، وما يدريك يا أم العلاء، وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدري ما يفعل به. فقالت أم العلاء: لا أدري يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا أزكي بعده أحدا. يعني لم تقع تزكية لغيره بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وما يدريك يا أم العلاء أن الله أكرمه. رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر معه وترك وطنه وترك ملاعب صداه وترك كل خير هجرة لله تبارك وتعالى ويعمل بالطاعات ويشهد له الصحابة بالطاعات. وما يدريك يا أم العلاء ما يفعل به، أنا رسول الله لا أدري ما يفعل به. فقالت: فحزنت لذلك، يعني حزنت لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا القول. قالت: فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري في الجنة، فقصصت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك عمله يجري عليه. هذا من الخير الذي أجراه الله عز وجل لعثمان، أكرمه الله وأدخله الجنة. وما كذبت أم العلاء لما قالت أكرمه الله، لكن هذا من الغيب. ما كان ينبغي لأحد أن يزكي أحدا في أمور الغيب، في أمور الجنة ونحو ذلك من أمور الآخرة، لكن أكرمه الله عز وجل لأنه كان في خير. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يسعى في طاعة الله سبحانه وتعالى. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له: قل، أي قل يا رسول الله، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. ليست وظيفتي إلا في إنذار الناس، إلا في تحذيرهم تخويفهم من النار، من عقاب الله، من سخط الله. وما أدري ما يفعل بي وما أدري ما يفعل بكم أيها الناس. الذي لا يدري ما يفعل به عليه أن لا يتوقف عن طاعة الله، أن لا يتكاسل عن طاعة الله، لأنه لا يعلم مصيره. نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله له: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي، قل بأنك لا تدري ما يفعل بك ولا بكم، قل للناس لا أدري مصيركم، إنما هو يحذركم. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من القرآن من الحديث، أتبع الوحي، أتبع العلم الصحيح وأعمل به. وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم، أي خير شيء يعيشون به في حياتهم، من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه إليها يبتغي القتل والموت مضانه. يعني رجل مهيئ نفسه، مستعد ليركب فرسه خيله ليجاهد في سبيل الله. يبحث عن ماذا؟ يبحث عن الموت، يبحث عن أن يقتل في سبيل الله. قال: يبحث عن القتل والموت مضانه، يعني أين يذهب، أين سيموت. هذا الرجل خير له أن يعيش بمثل هذه الحال. وقال: ورجل، سيف ثاني، قال: ورجل في غنيمة، يعني له غنم، في غنيمة في شعب من هذه الشعاب،
أو واد من هذه الأودية، يعني في مكان من الأمكنة، في قرية، في مدينة، في أي مكان من أرض الله عز وجل، في واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. هذا الرجل ماذا يصنع؟ يقيم الصلاة، يصلي لله عز وجل، ويؤتي الزكاة، ينفق من ماله، من الأمور التي أوجبها الله عز وجل عليه من صلاة وزكاة، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، يعني حتى يأتيه الموت وهو في عبادة الله. ليس من الناس إلا في خير، لا يخالط الناس إلا في خير، لا يجتمع بالناس إلا في خير، لا يتعاون مع الناس إلا في الخير، بعيد على الشر. الناس لا تسمع منه الشر، لا تتأذى منه، فهو في خير دائم. ليس من الناس، بعيد عن الناس، لكن إلا في خير، ليس من الناس إلا في خير. صح عند البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، أي يسألونه عن الخير ليعملوا به. قال: وكنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني، يعني مخافة، خوفا من أن أفعل الشر. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. من لم يعرف الشر وقع في الشر، فالشر ينبغي أن يتعلم أيضا، كما تتعلم الخير تتعلم الشر لتحذره لتجتنبه. قال: وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، أبعد هذا الخير الذي أتانا من شر، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودخول الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا وفتح البلدان، أبعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وبعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني فيه أمور منكرة، فيه شيء من الشر. فقال: وما هو يا رسول الله؟ قال: قوم لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي تعرف منهم وتنكر. أناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، تعرف منهم وتنكر. قال: يا رسول الله، أبعد ذلك من شر؟ قال: نعم. قال: ما تأمرني؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال: يا رسول الله، إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، يعني إذا افترق الناس اعتزل الناس، كن وحدك. قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني لو وجدت أصل شجرة تشبث بها وتثبت بها، ودع الناس إن كانوا في شر، كن معهم إن كانوا في الخير. عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، إذا كانوا مجتمعين معتصمين بالله تبارك وتعالى. أما إذا تفرقوا شذر مضر وعملوا بالشر والفتن، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، لأن الغرض أن تقوم في طاعة الله، أن تكون في سبيل الله، ألا تلتفت لغيرك. ثم أرشده إلى الثبات، أن تثبت. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: ليس لمؤمن راحة دون لقاء الله، يعني ليس له راحة في الدنيا، ليس لمؤمن راحة دون لقاء الله، فإن وجد الراحة في لقاء الله فقد، يعني وقع له ذلك، وقع له الخير. فالمؤمن خلق ليتعب، خلق ليشقى.
قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في عنة، في مشقة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأنت خلقت لتتعب، لم تخلق للراحة، ولن تنال الراحة إلا بالتعب. لن تنال الراحة بالراحة، إنما تنال الراحة والجنة بالتعب في هذه الدنيا، أن تتعب بدنك في طاعة الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى يخبر عن حال المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله عز وجل يخبر عن نيات المنافقين الفاسدة. قال: ولو أرادوا الخروج، يعني لو أرادوا الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال والجهاد لأعدوا له عدة، لاستعدوا، لكن ماذا حدث؟ لفساد نياتهم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اقعدوا مع المتخلفين، مع القاعدين، مع المتأخرين، مع الكسالى. من أراد الخير عليه أن يستعد له، من أراد الجنة عليه أن يستعد لها. لهذا في أول الكلام نقلنا كلام أبي الدرداء، ماذا قال؟ التمسوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. الله عز وجل يجعل لنا مواسم الخيرات، مواسم الطاعات. الله فضل بعض الأزمنة على بعض، فضل يوم الجمعة ونحن في هذا اليوم هو خير يوم طلعت عليه الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وتقوم الساعة يوم الجمعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم لا ينبغي لمسلم أن يجعله كسائر الأيام، فهذا من نفحات رحمة الله أن جعل لك الجمعة موسما أو يوما لطاعة الله. وهكذا الله تبارك وتعالى يجعل المواسم للطاعة. وسيأتينا شعبان ويأتينا رمضان وتأتينا أشهر الخير، ونحن في شهر خير أيضا. ماذا أعددنا لعبادة الله عز وجل كي نعبد الله؟ ماذا أعددنا؟ هل هيأنا أنفسنا لشعبان؟ هل هيأنا أنفسنا لرمضان؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لو أردت شعبان لأعددت له العدة، لو أردت رمضان لأعددت له العدة، لو أردت الله لأعددت للقاء الله عز وجل عدة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه العدة التي ينبغي أن تجتهد وأن تتعب نفسك وأن تعدها. هيئ نفسك. قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا في جهاد العدو الخارجي، في جهاد الكفار. ماذا أعددت في جهاد الشيطان؟ ماذا أعددت؟ أي عدة أعددت لها وهو عدو لك بالرصد، لا يغادرك، لا يفارقك؟ ماذا أعددت؟
لله عز وجل نفحات من رحمته، مواسم للخيرات، لهذا ينبغي أن تجتهد فيها أكثر مما تجتهد في غيرها من الأيام. ينبغي أن تكون كل أيامك في طاعة الله، لكن في بعض الأيام وفي بعض المواسم اجتهادك يكون أكثر وسعيك يكون أكبر، وهكذا العبد المسلم ينبغي أن يكون كذلك. فماذا أعددنا؟ أعظم ما يستعد به العبد في مواسم الطاعات هو التوبة إلى الله، أن يتوب من الذنوب، من الخطايا، من المعاصي، من الزلل الذي وقع فيه واقترفه. التوبة، والله عز وجل يفرح بتوبة عبده. جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان في فلاة. الله يفرح بتوبة عبده، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفنا فرح الله، فضرب لنا مثلا نعقله ونفهمه ويمكن أن نتدبره. قال: من رجل كان في فلاة، أي في صحراء، في فلاة مهلكة، أي من دخلها هلك ومات. صحراء قفراء لا شيء فيها، من دخلها مات. قال: في فلاة، وكانت معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فقال تحت ظل شجرة، أي من القيلولة، استراح، وراحلته عند رأسه، فنام. فلما أفاق لم يجد راحلته، لم يجد بعيره الذي ركبه الذي فيه طعامه وشرابه. فلما أفاق لم يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيقن بالهلاك، فنام مرة أخرى، فاستيقظ فإذا براحلته أمام رأسه، وجد بعيره الذي فيه طعامه وشرابه. قال: فوجد راحلته، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. جعل الرب عبدا في قوله، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، من شدة فرحه بنجاته، أراد أن يشكر الله فقلب اللفظ حتى تكلم بالكفر، لكن لم يكن قاصدا، إنما غلبه الفرح، فقال أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، يعني يشكره لهذا الخير الذي ساقه الله إليه، فانقلب عليه اللفظ، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخطأ من شدة الفرح، من شدة الفرح أغلق عليه حتى انقلب عليه لفظه فلم يدري ما يقول من شدة فرحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا عظم فرح هذا العبد. قال: لله أفرح بتوبة عبده من هذا العبد، يعني الله عز وجل يفرح بتوبتك. وإذا فرح الله بتوبتك قبل عملك، وإذا قبل عملك أدخلك جنته. هذه النتيجة الحتمية. وأيضا جاء في الصحيحين عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه كان مع أصحابه وكانوا في السبي، ورأوا امرأة تبحث عن وليد لها، امرأة تبحث عن طفلها، عن صغيرها، لم تجده بعد الغزوة، يعني بعد معركة من المعارك، لم تجد صبيها، فكلما وجدت صبيا ألصقته بطنها فأرضعته، يعني من رحمتها وشفقتها بولدها أي صبي تجده ترضعه وتلزقه بطنها وتحضنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ أترون هذه لو وجدت ولدها أتقذفه وترميه في النار؟ أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم ربهم، قال: لله أرحم بعباده من الأم بولدها. الله أرحم بعباده من الأم
الأم بولدها. أرأيتم هذه الرحمة العظيمة، الشفقة العظيمة؟ الله أرحم بعباده من هذه الأم. ألا ينبغي لعبد مسلم سمع مثل هذا الخطاب أن يتعرض لفرح الله، لرحمة الله؟ وهذه المواسم من آثار رحمة الله، من آثار فرح الله، وذلك من أعظم صفات ربنا سبحانه وتعالى. ألا نتعرض لرحمة الله، لتوبة الله، لمغفرة الله، لإعطاء الله، لخير الله، لنعم الله؟ الله ربنا ينبغي أن لا نغفل عنه سبحانه وتعالى، وأن نسعى سعيا حثيثا في إرضائه سبحانه وتعالى. ينبغي أن نتعرض لنفحات رحمة الله سبحانه وتعالى، وستأتينا هذه المواسم، وأعظم شيء نتهيأ به وأن نتعلم ما هي العبادات التي ينبغي أن نكثر منها في هذه المواسم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني يصوم جل شعبان، أغلب شعبان في صيام، فالصيام في شعبان من أعظم الصيام. تتهيأ لرمضان، قيام الليل، وفيه إجابة الدعوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عمرو بن عباسة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل أجوبه دعوة. جوف الليل، آخر الليل، يجيب الله عز وجل فيه الدعوات. فلنهيئ أنفسنا بالقيام ونسأل ربنا من الخيرات، من خير الدنيا والآخرة. وجاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته وجماله وكبريائه سبحانه وتعالى. ينزل ربنا تبارك وتعالى إذا بقي الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. من منا يتعرض لمثل هذا الخير؟ الله سبحانه وتعالى وبيده خزائن السماوات والأرض وبيده الخير كله، يسأل، يقول: من يسألني فأعطيه، فما عليك إلا أن تسأل والله يعطي. من يدعوني فأستجيب له، فما عليك إلا أن تدعو والله يستجيب. من يستغفرني فأغفر له. فتعرضوا لعطيات الله، وتعرضوا لرحمات الله، وتعرضوا لنعم الله، وتعرضوا لمغفرة الله سبحانه وتعالى، وابحثوا عن ذلك دهركم كله. عسى الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا وأن يغفر لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر أولياءه في كل مكان. اللهم كن لأوليائك، اللهم كن لأوليائك، اللهم كن لأوليائك، اللهم كن لهم نصرا ومؤيدا. اللهم أعنهم، اللهم احملهم، اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم. اللهم اغفر لنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
استووا. استووا. أقيموا الصف فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف وجوهكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوث
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر.